خلنا نسولف معك شوي. هذا يا طويل العمر عابد حسين، باكستاني الجنسية، وما شاء الله يتكلم. تقول أي قبيلة عاشرت؟ والله عاشرت كلهم، مطير، بحاطين، عتيبة، ما شاء الله. دواسر. دواسر وين عاشرتهم؟ بالغاط يعني ولا؟ دواسر كان بالغاط، وبعدين أنا كنت شغال مع زياد عبد الرحمن ستيري، كنا نطلع مقناص، كل الخويا اللي يجوا معاه دواسر. ايه ما شاء الله. يعني لو لبست شماغ لبس هذا ما كل شيء يا رجال معي ثيابي، بس اليوم جيت هذا ثياب ما معي ثياب صيف، كنت لابس ثوب صيف، لكن شفت الثياب الباقي كلها شتوي. لقيت ذا خفيف قلت خلنا نلبس. تخبر الدنيا حر راح الشتاء. طيب الحين ابوك القدامى وين راحوا؟ اغفر له، والشياب كلهم راحوا توفوا هنا في باكستان. طيب الحين ما طلبت ما لكم مثلا جنسية؟ لا ما حصلت لنا. الشياب قبل ما حاولوا فيها، يوم حاولنا احنا ما حصلت. ولا فيه يعني طرف امل؟ مرة اللي قبلنا ما قدروا عليها، اللي لهم سنين ما راحوا ولا سافروا ولا جو. ما انت رحت؟ اي انا رحت وعيالي هناك، واجي واروح كل سنة ونص امشي. ما شاء الله عليك. طيب والحين وين شغال يعني؟ اعي السيارة ذي كنت عليها. لك انت؟ طيب استقريت يعني هنا؟ اي بس عيالي هناك ما غير انا. ليه ما تجيب عيالك؟ والله طول عمري انا ذليت اجيبهم، لان انا درست هنا، وذا يوم جيت ديرتي ما استفدت منها شيء. لا تخلهم عند ربعهم يدرسون يتعلمون وبعدين. ايه. طيب ولا اللغة الباكستانية ولا الأردو كذا؟ تعلمتها هناك يوم عمري 19 سنة. ايه كنت تعلم ولا؟ قبل عربي اتكلم، لاني رحت هناك وجلست 5 سنين، عقب عودت ما جاز لي الوضع. خلاص تعودت على العيشة هنا. اللي يقعد بالمملكة ما الله ان شاء الله يعطيك طول العمر، يوفقنا وياك ان شاء الله على خير ان شاء الله.